من المفترض ان في لعيبه داخل النادي الاهلي الزمالك بيحاول ان هو يتكلم معاهم وان هو يخلص فيهم بالبلد يعني. طيب، مين اول اللعيبه اللي هنتكلم عنها؟ اول اللعيبه اللي هنتكلم عنها هو، يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. الفيديو بتاع النهارده مش هقول لك بقى كمل معايا للنهايه عشان المفاجاه ودوس لايك والكلام ده، لا 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 لا. النهارده انت كده كده هتكمل معايا للاخر عشان الكلام كله مفاجآت. وكلام النهارده لازم كلنا نجمع كده عشان كلام مهم جدا جدا جدا. طيب، قبل ما نخش في الكلام ده خليني الاول ارد بس على كلام اتقال الفتره اللي فاتت واسئله كده اتقالت الفتره اللي فاتت بصراحه ما عجبتنيش. طيب، ايه هو الكلام ده؟ الكلام ده يا سيدي بيقول لك ان عبد الله السعيد واحمد حمدي وناصر ماهر لما جم نادي الزمالك دي مش حاجه تفرق مع النادي الاهلي. ليه يا سيدي؟ لان هم ما جوش من النادي الاهلي على طول. هم لعبوا يعني راحوا في انديه تانية ولعبوا فترات، وبعدين النادي الاهلي خلاص يعني ما كانش في احتياج ليهم واستغنى عنهم. وانت بعد كده خدتهم، صح، كلام سليم 100%. لكن خليني اقول لك حاجه، هم مش دول المفروض ان هم يعني من ابناء النادي الاهلي وداقوا حلاوه الاهلي وخدوا بطولات مع النادي الاهلي؟ مش المفروض اللي بيدوق حلاوه الاهلي ما يقدرش يعيش مع غريمه لانه بيبقى اهلاوي حتى النخاع؟ وده اللي بيتقال دلوقتي على امام عاشور. يعني ده اللي بيتقال دلوقتي على امام عاشور، قال لك اول ما يخش النادي خلاص بيبقى اهلاوي والجمهور بيغيره. ف طب دول ما اتغيروش ليه؟ وليه مثلا على سبيل المثال مثلا واحد زي كابتن خطيب مثلا ليه ما رفعش سماعه التليفون وقال له ما ينفعش اللي انت بتعمله؟ وطبعا لازم يبقى سمعا وطاعا زي لعيبه تانية كنا بنسمع ان بيحصل معاهم كده مثلا على سبيل المثال. وبرضو حاجه تانية عايز اتكلم فيها، ان في ناس قالت لك انتوا خدتوا عبد الله السعيد وهو تقريبا مشطب. ليه؟ عشان سنه داخل على 40. معاك، وانا ما اقدرش انكر سنه طبعا، لكن اعترض على كلمه مشطب. الراجل اللي حتى الان واقف على رجله، وحتى الان من اخطر لاعبي الدوري ومن اهم لاعبي الدوري المصري. وبعدين لو انت بتتكلم على السن، خليني اكلمك على اللاعب داخل النادي الاهلي، لعيب محترف بيقبض بالدولار وواخد مكان محترف وعنده 35 سنه او 36 سنه، اسمه مودست. فاكيد لو جينا نقارن بين عبد الله السعيد وبين مودست، اكيد الموضوع هيروح في حته تانية خالص. طيب، نيجي بقى للكلام المهم. من المفترض ان في لعيبه داخل النادي الاهلي الزمالك بيحاول ان هو يتكلم معاهم وان هو يخلص فيهم بالبلد يعني. طيب، مين اول اللعيبه اللي هنتكلم عنها؟ اول اللعيبه اللي هنتكلم عنها هو احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بقاله فتره عامل حاجات في النادي الاهلي مش حلوه. زي ايه؟ ان هو عنده مشاكل طبعا مع كولر، وكولر تقريبا استبعده نهائي من حساباته، مش من التشكيل بس، من حساباته. هو تقريبا خارج النادي الاهلي اكلينيكيا. فده ما عجبش احمد عبد القادر، وطلب من الاداره ان هو خلاص بقى يعني شوفوا لي بقى اعمل ايه بقى، امشي بقى، شوفوا هتعملوا معايا ايه. والاداره حاولت مع كولر كذا مره، لكن في الاخر كولر مصمم على قراره. فالمفروض ان كان في شبه اعارات يطلع بتاع، واحمد عبد القادر ما كانش عايز شكل الاعاره، يا بيع يا خلوني بقى بس العب. طيب برضه ما نفعش، لحد ما حصل ايه بقى؟ عرض تركي لاحمد عبد القادر. وهنا اداره الاهلي استغربت، قالت لك بس ده كده يبقى كوبري لاحمد عبد القادر لنادي الزمالك. طيب، هو نادي الزمالك اصلا ليه علاقه بالموضوع؟ لا. وان هو يقول له اقلب على الاداره والكلام واعمل شغب والكلام ده مش اسلوب الزمالك خالص. لكن في تواصل تم مع احمد عبد القادر ان انت لو مالكش رغبه احنا موجودين، تعالى. وده اللي بيتم وده اللي بيحصل. ومن المفترض ان احمد عبد القادر ممكن يكون خارج النادي الاهلي، لكن الاداره لما حست بده بقى وشافت طبعا موضوع بقى اللعيبه اللي راحت نادي الزمالك، والموضوع بدا يبقى واقعي شويه، بدات تفكر. فبداوا تاني يرجعوا الكولر ويقولوا لا شوف له مكان وحاول تدخله ونرجع تاني نحاول. لكن انا بقول لك ان كولر مش عاجبه الكلام، لان هو شايف ان احمد عبد القادر ما هو مش عايزه. فمن الطبيعي جدا ان نادي الزمالك
يفكر في اللاعب، لانه هو عارف انه هيكون خارج النادي الاهلي. وده اللي بيتم دلوقتي وبيتحضر له دلوقتي من نادي الزمالك. عشان كده نادي الزمالك ما جابش وينج شمال مع مصطفى شلبي. الناس كلها قعدت تقول لك احنا محتاجين وينج ومفيش غير مصطفى شلبي، لكن نادي الزمالك كان عارف او عامل حسابات تانية. ممكن بعد كل اللي بقول لك ده على فكره احمد عبد القادر ما يجيش، او ممكن تطول شويه، لكن احمد عبد القادر من اللعيبه القريبه جدا من الانضمام لنادي الزمالك من النادي الاهلي. اللعيب التاني اللي بعد كده اللي هنتكلم عنه، وانا من وجهه نظري شايف ان هو لو تم هيبقى الضربه الاقوى، وهو لاعب اهم من وجهه نظري، وهو مدافع مصر والنادي الاهلي، محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مفيش شك ولا حد يقدر ينكر ان هو من احسن لعيبه اللي موجوده في مصر، ومن احسن المدافعين اللي موجودين في القاره. من وجهه نظري من احسن المدافعين الموجودين داخل قاره افريقيا. لعيب بطراز مختلف، وفي ريحه زمان كده، وفي الريحه بتاعه الجيل بتاع زمان، الناس اللي كانت بتدافع والناس اللي كانت فاهمه كوره. والميزه فيه ان هو بيلعب كوره، بيعرف يمشي بالكوره، بيعرف يطلع بالكوره. في مميزات كتيره بصراحه. محمد عبد المنعم لعيب مميز ولعيب كويس جدا. طيب ايه اللي بيتم؟ اللي بيتم يا سيدي طبعا ان محمد عبد المنعم كان النادي الاهلي اتكلم معاه في تجديد وهو لسه ما جددش. طيب ايه اللي بيتم؟ نادي الزمالك ما اتكلمش دايركت مع محمد عبد المنعم، اتكلم مع احد المقربين لمحمد عبد المنعم، زي ما تقول كده جس نبض، ينفع ولا ما ينفعش. الحقيقه ان هو بيدور على الاحتراف. محمد عبد المنعم سنه صغير، فمن حقه ان هو يشوف مسيره احترافيه قويه ويدور عليها ويشتغل عليها. فده اللي في ذهنه حاليا، لكنه لم يرفض. لكنه برضه ما وافقش، او قال انا عايز، او قال يلا بيه، ما حصلش. لكن زي ما بقول لك هو ما رفضش، هو قال ان هو بيفكر في الاحتراف. والاحتراف دي خد بالك برضو كلمة شاملة. يعني الاحتراف فيه مميزات كتيرة، ممكن من ضمنها يكون حاجات موجودة داخل نادي الزمالك، الله اعلم باللي جاي. بس انا بقول لك ان انت لما تيجي تفكر ان هو ما رفضش، فهو بيفكر في الاحتراف. طب لو ما فيش احتراف؟ هو ده السؤال، وده سؤال مهم جدا. لكن في الاخر ارجع واقول لك محمد عبد المنعم جه الزمالك او ما جاش الزمالك، محمد عبد المنعم يبقى لعيب محترف، ويبقى لعيب قوي جدا، ومن اهم اللعيبه اللي موجوده داخل افريقيا. سلام.